لله على السلامة يا زناتي. الحمد لله جت سليمة اهي. الله يسلم عمر سعادتك يا باشا. ده احنا زرنا النبي. والله سعادتك ولا ليك عليا حلفان، لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار من زمان. يعني انت اللي ضربت نفسك بالنار ولا ايه؟ لا يا باشا انا ما اقصدش، لا مؤاخذة. انا قصدي يعني لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار. يا سيدي اهو من غير ضرب نار، ان شاء الله الفترة اللي جاية هنشوف بعض كتير قوي. اتشرف بسعادتك يا باشا طبعا. تسلم يا زناتي. بالمناسبة بقاء لله في رفاعي قالوا لي انه كان صاحبك وحبيبك قوي. الا كان صاحبي يا باشا، ده كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. والله يا باشا ولا ليك عليا حلفان ما مصبرني على المصيبه السوداء دي غير انه مات شهيد. زمانه متهني في الجنه ونعمها. ربنا يكتبها لنا. ولا انت ما تحبش نهايتك تبقى زي نهاية رفاعي؟ اعوذ بالله يا باشا، ربنا ينولها لنا وانا طول. يا رب. المهم احكي لي بقى ايه اللي حصل. اقول لسعادتك يا باشا، اتفضل. احنا نزلنا مأمورية واتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطه بالظبط. طارق بيه ده ابن حلال قوي، واضح انه بيحبك. وانا والله يا باشا ربنا يعلم انا بحبه زي اخويا الكبير تمام. المهم كمل. بس سعادتك اتحركنا انا والمرحوم رفاعي، دخلنا زواق ضلمه كده ومشينا جنب الحيط عشان نوصل في اخره للسور، السور بتاع البيت لا مؤاخذه يعني، وننط جوه لحد ما بقيه الرجاله يحصرونا من الناحيه التانيه. وكان قرار مين بقى انكم انت ورفاعي تخشوا من الزقاق؟ ما انا قلت لسعادتك يعني طارق بيه هو بيحط الخطه. ايوه يعني هو كان قرارك انت ولا قرار رفاعي ولا قرار كنتوا الاثنين ولا قرار طارق بيه؟ يعني سعادتك هو يعني كان قراري وقرار طارق بيه، بس سعادتك طارق بيه ليه طريقه معينه كده يعني في الشغل، يعني بيفكر مع رجالته بصوت عالي عشان نوصل لاحسن نتيجه يعني. ديمقراطيه يعني. على فكره الديمقراطيه حلوه قوي في الشغل. مش قلت لك انه بيحبك وبيثق فيك وبياخد رايك اهو في كل حاجه. وبعدين؟ بس سعادتك اول ما اتحركنا والمرحوم رفاعي في الزواق الضلمه ابتدى ضرب النار من الناحيه التانيه، مشينا جنب الحيط عشان ما حدش يحس بينا. بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه ولاد الحرام وضرب رفاعي بالنار وجري في الضلمه على غفله. يا ساتر، على غفله؟ طب انت عملت ايه؟ انا طبعا اتخذت سعادتك اول ما شفت المرحوم الله يرحمه سايح في دمه، ما بقتش عارف اعمل ايه. فاهمك يا زناتي. وبعدين؟ قلبت فيه يمين وشمال لقيته قاطع النفس يا ولدان، عرفت انه قابل وجه كريم. قمت اضرب نار بشكل عشوائي كده في الضلمه، الواد كان خفيف في الضلمه الدنيا كانت كحل سعادتك. طب وانت اتصبت ازاي؟ ما انا هكمل لسعادتك جايلك في الكلام اهو. تعال انا مستنيك. وانا ماشي سعادتك كده طلع عليا في الضلمه عيل تاني. ده واد تاني غير الواد الاولاني اللي ضرب رفاعي بالنار؟ سعادتك دوكها خفيف في الضلمه معرفش راح فين مصيبه. ولاد الحرام. كمل يا زناتي. وبعدين؟ المهم سعادتك من هنا وقعنا في الارض لما الواد نط عليا في الضلمه والطبنجه وقعت من ايدي. هو يشد وانا اشد، وكان في فرد بلدي لا مؤاخذه في ايده راح ضاربني بالنار، سحت في دمي وهو جاري ورا زميلي. ولاد الحرام. كمل يا زناتي. وبعدين؟ بس سعادتك حاولت اوقف النزيف لحد ما الرجاله جولي. على كده بقى العيال دول اللي اتمسكوا مع العيال اللي اتمسكوا في بيت ابو سنه؟ هربوا ولاد الحرام، في رجاله كتير هربت يا باشا. هم ولاد حرام صحيح. هيعرفوا يهربوا اكيد. مش فاهم مؤاخذه سعادتك. يعني اللي يعرفوا يقتلوا رفاعي ويضربوك بالنار اكيد ولاد هرمه ولاد حرام. ولاد الحرام دول اكيد هيعرفوا يهربوا. بس هيروحوا فين يا باشا؟ ورحمه رفاعي ما هسيبهم وهجيبهم واخد طاري منهم واخد طار رفاعي كمان. اصلك ما تعرفش يا باشا وكان بالنسبه لي ايه؟ ده كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. الله يرحمه. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. والله البيت كان مضلم من غيرك. أنا افتكرتك هتقعدي مع سامح شوية. أكتر من كده؟ يا دوبك يا بنتي، أنا من ساعة ما خلصت العمرة وأنا قلت يا دوبك بقى، أنا عايزة أنزل مصر وحشتني قوي، وبعدين كمان ما يصحش أسيبك في الظروف اللي زي دي. ظروف إيه؟ بسم النبي حرص وسليم. وإحنا مالنا ومال سليم؟ مش هرب؟ أضمن منين أنا بقى إنه ما يتعرض لكيش؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا ماما؟ ما هو مجرم. أولاً سليم مش مجرم، ثانياً مش معنى إن أنت مش بتحبيه إنك تصدقي عنه أي حاجة تتقال. الناس كلها بتقول كده مش أنا، إنه هو مجرم وقتال قتلة كمان. كذب وظلم. بقى أنت عايزاني أكدب كل الناس وأصدق ابن نادية؟ والله يا فريدة ده لو كان سحر لك
ما هتدافع عنه بالطريقه دي؟ يا ماما انت عاشرتي سليم ومربياه من وهو صغير، ما ينفعش تصدقي ان هو يعمل حاجه زي كده. ولما هو بريء ومظلوم هرب ليه؟ علشان ما كانش عنده حل تاني، ولا انت عايزاه يقف يتفرج على نفسه لحد ما حبل المشنقه يتلف حوالين رقبته؟ فريده، هو المخفي ده كلمك؟ لا طبعا. امال انت جبتي الكلام ده منين؟ من جوايا يا ماما، من نفسي، من عشرتي لسليم ومعرفتي بيه، من الايام والسنين من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا مع بعض، من الخير اللي ساعدنا بيه مامته انا وهو، من جمايله اللي مغرقه الكبير قبل الصغير، واولهم احنا. سامح اخوكي عنده حق، احنا فعلا ما ينفعش نسيبك لوحدك اكتر من كده. تفتكر يا ست اللواء ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدفة؟ يعني صدفة ان رفاعي هو الوحيد اللي يموت من الرجالة في الحملة دي، وان زناتي يبقى موجود برضه صدفة؟ ده واد كداب وملاوع، كداب وملاوع وبتاع 3 ورقات. فاكر يا ست اللواء؟ فاكر زمان يا ست اللواء لما كنت بتقول لي يكاد المريب أن يقول خذوني، أهو الواد ده؟ لا وإيه؟ كذب متستف قوي. بس افتكر يا ست اللواء إنهم هم اللي بيعملوا كل الحاجات دي، بيرموها على سليم عشان يداروا على حاجات تانية، يترمخوا على الموضوع كله، يلبسوها في الآخر لسليم. عارف يا ست اللواء، أنا أحيانا بسرح بذهني كده وبتخيل إن سليم هو اللي بيقتل كل الشهود اللي شهدوا ضده، بس اكتشفت إن ده فيلم هندي مش راكبة يعني معايا. ده احنا مستنيين النيابة والطب الشرعي اللي أنا متأكد إنهم مش هيجيبوا أي نتيجة إيجابية. عارف يا ست اللواء، أنا إيه اللي سخني قوي على سليم وخليني مصر إن أقبض عليه وأقدمه للمحاكمة؟ إن أنا شايف إنه شبه اللي ظلمك زمان، لكن بعد ما اتأكدت إنه مظلوم قررت أحط إيدي في إيده وأفضل معاه لحد ما أثبت براءته، عشان اللي حصل لك زمان ما يحصلش لأي حد تاني. صباح الخير يا دكتور، اتفضل الشاي. صباح الخير. ايه اللي في ايدك ده؟ ابدا، ده انا جايبه لام هند الجورنان. جورنان؟ يا الست ام هند لو ما جبتلهاش الجورنان كل يوم الصبح تطين عيشتي، اصلها بتحب النظافه زي عينيها، لازم كده تفرش الجورنان تحت الاكل في ال3 طقات. ماشي، طب هات الجورنان ادولها. لا ما اقدرش، ما انا بقول لك تطين عيشتي. يا ستي ما تخافيش، هات انا ادولها، ما تقلقيش، روح انت. جرايه، انت متسلط عليا ولا ايه؟ جرايه يا حاج، ما تهدى شويه، احنا في المكتب.
انت مش سامع كلام وانا جد؟ ايه؟ انتوا فاكريني سفاح ولا قتل قتله؟ معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا عم الحاج، ده انت سيد الناس. شوف الواد وبروده. لازمتها ايه السخونيه بس يا عم الحاج؟ وبعدين انا مش عارف سعادتك زعلان ليه يعني. لو حد المفروض يزعل يبقى انا يا حاج. انا اللي خسرت صاحب عمري بسبب ورطتي معاك يا حاج. نعم اخويا، خسرته ليه؟ مات لوحده اياك. ده لا مؤاخذه ما ماتش لوحده يا حاج، بس انا بسبب ورطتي معاكوا عشان تحموا تامر بيه لا مؤاخذه عملت اللي محدش في الدنيا يقدر يعمله. انت هتعد عليا يا جمال ياض بالمصايب اللي عملتها. هو ده اللي كان ناقص. يا حاج زناتي ما يقصدش، هو احنا في بينا جمايل برضه؟ لا مؤاخذه يا متر، مفيش جمال بس في بينا حسابات، والمثل بيقول لو كنتوا اخواتي اتحاسبوا. انا وصلني نص مليون جنيه، فاضل لي نص، واظن كده ما فاضلش حاجه. رفاعه وتايسون